الطريقة بقى الصحيحة لتنظيف الجوانتي ده وتعقيمه، بص يعني مثلا بعد شغل 5 6 ساعات بقى بالمنظر ده، ننضفه ازاي ونظبطه. تعالى أول حاجة شيل الأساتك دي تحت المية على طول، تفتح عليه مية على طول كده، وتفك الاستيك الحزام، تمام. وبعد ما تفك الحزام تخبط كده، يعني انت في الحوض تديله ايه تخبط. هتبص بقى هنا كده في الحوض بدا ايه يطلع طبعا الحوض ده استخدام الجزاره، ملوش اي استخدام غير ان احنا بنغسل فيه حاجتنا الخفيفه اهو. بعد كده نطلع بقى الجوانتيات دي، نهدي الميه شويه على الخفيف كده. بص طبعا الشكل عامل ازاي، نديله بقى بريل بسبونشه كده خفيف اهو. صابع صابع كده، كده خليك رايح مع الصوابع، تمسك صابع صابع كده وتيجي الناحية التانية نفس الكلام. تعالى تفتح المية تديله كام خط كده على ايدك، تفتح المية من جوه كويس. طيب لو لسه برضه ما نضيفش او في فتافيت لحمه صغيره، حاجات بسيطه دقيقه زي دي، تقوم برضه مديله فرده كده، فرد الصوابع كويس اهو، وجنب بطن السبونشه شويه ميه. الحزام نفسه برضه يديله ايه تعالى يا باشا شوف بقى ايه. سماء النظافه بتتكلم. رجع جديد. زيرو مبيته في قلب التلاجة، يعني انا في التلاجة بقوم رايح مبيته كده، اخش ينام في التلاجة جنب السكاكين وجنب اللحمه في قلب التلاجة ببيته. بص رجع زيرو. واحد اللي هو صلى على النبي، كومنت لايك اعمل متابعه عشان اي فيديو جديد ينزل يجيلك. ودي عالمي.